كوب سمنة وكوب سكر وكوبين من الطحين راح نجهز أطيب غريبة للعيد. فعليا إشي كتير مميز، كل حبة مثل أختها ما راح تفشل معكم أبدا. في البداية عندي هون بنضيف كوب من السمنة ونضيف كمان كوب من السكر الناعم. هلأ بنبدأ بنخفقهم هيك بالخفاقة الكهربائية كتير منيح مع بعض حتى توصل معي لهذا القوام. بهذا القوام بتكون تمام التمام. بعدها بنبدأ بنضيف كوب طحين. الطحين بدنا نضيفه بالتدريج حتى توصل معي لقوام متماسك. أول إشي بضيف كاسة الطحين الأولى بهذا الشكل، ببدأ أحرك كتير منيح حتى المكونات تمتص الطحين، وبعدها ببدأ أضيف كاسة الطحين الثانية، بحرك هيك بهدوء، وبعدها ببدأ أعجن بإيدي حتى تتماسك معي القوام تمام التمام. مثل هذا النوع من الحلويات مكوناته كتير سهلة وبسيطة، ما بده تعقيدات، السر بطريقة العمل. فأول ما تبدوا تعجنوا إنه هيك وتوصل معكم لهذا القوام بتكون سهلة التشكيل ولا أحلى. بتدخلوها الثلاجة لمدة ربع ساعة وبعدها بتطلعوها وخلص هيك بتكون تمام التمام وصارت جاهزة للتشكيل. عينكم عليها قوام الغريبة بيكون 100%. وهيك بتجيبوا الصينية وبنبدأ هلأ نشكل الغريبة. عندي مهم كتير إنكم تشكلوها بكل هدوء بكل سلاسة عشان تكون معكم كل حبة مثل أختها، لأنه حلاوتها هيك بالمنظر يكون كتير حلو. بصراحة الغريبة من الحلويات المميزة اللي أنا دايما بحب أعملها، لأنه طريقتها كتير سهلة وبسيطة وما بدها تعقيدات أبدا، والنكهة أكيد كلنا بنعرفها قديش الغريبة طيبة. أول ما تخلصوا كل الكمية عندكم بهذا الشكل نبدأ هيك بهدوء بنغرس حبة من الفستق الحلبي على كل حبة بهذا الشكل. بتخلصوا كل الكمية عندكم حتى تصير معكم بهذا الشكل. بكون جهزت كل الكمية عندي بكل سهولة وبساطة. ببدأ أدخلها الفرن تخبزوها، ولازم كل حبة تكون بعيدين عن بعض بهذا الشكل الموضح قدامكم. بتدخلوها الفرن حتى تصير معكم بهذا الشكل. خبزتوها هيك بتكون تمام التمام، نكهة وطعم وريحة غير شكل. فعليا بتكون معكم متماسكة ولا أحلى وكتير بتشهي. أكيد من الحلويات المميزة اللي لازم تكون عندكم مع حلوياتكم بالعيد، خاصة إنها ما بدها مكونات تعقيدية أبدا، السر كله بطريقة العمل. فلازم تكونوا هيك رايقين وانتوا بتعملوها، اعملوها راح تحبوها كتير بهاي الطريقة. وانتوا احكوا لي اليوم انتوا من الناس اللي بيشتروا حلويات العيد من برا ولا بيحبوا يعملوها بالبيت؟ انا بصراحة جهزت كل حلوياتي للعيد، المعمول والمقروطة، واليوم جهزت لكم الغريبة وخلص هيك صرت انا جاهزة للعيد. كل عام وانتوا بألف خير. بهذا الشكل انا بكون خلصت وصفتي لهذا اليوم. بهمني كتير اعرف رأيكم بالتعليقات، واكيد لا تنسوا تدعموني بلايك وكومنت ومتابعة للصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه.